بسم الله الرحمن الرحيم. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم وجه أبيكم، هذا هو هدف محاولة قتل أخيهم نبي الله يوسف. ويخلو من الخل هو الصديق الوفي، ولذلك يقال خلوة لما يكون هناك علاقة بين الطرفين. ومنه نبي الله إبراهيم خليل الله لقربه من الله سبحانه وتعالى في مناجاته. هذا أمر. الأمر الآخر أن نبي الله يعقوب في تربيته، وهو النبي المعصوم، هو تربيته شاملة لأبنائه بعطفه وحنانه، ولكن كل له قابليته، فسجاياهم تختلف عن نبي الله يوسف عليه السلام، لأن ألفاظهم كذلك، من قولهم لا يوسف وأخوه لم يقولوا أخينا. والحال أيضا في هذه الآية خطابهم جمعي، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضه، ومع ذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، لم يقولوا أبينا. ولذلك كل من يحاول أن يقلل قدر من أعلى منه هو من باب الحسد والحقد والضير، لأنه لا يستطيع أن يرتقي، ولهذا يحاول أن يقتل خصمه حتى لو كان أخيه، سواء القتل المادي التصفية الجسدية أو القتل المعنوي. ولهذا نلاحظهم في قتله المعنوي، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إذا يحاولون قتله معنويا وجسديا، ويستمر الحال حتى في وقتنا الحالي. من هو الأقل يحاول أن يقتل من هو أعلاه، سواء جسديا أو بعجزه معنويا. وهذا نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي. نلاحظ النفس البغيض يشاهدك ولكن لا يعلق، ولكن حينما يرى بنفسية مريضة أن هناك مثلبة أو خطأ يأتي لا يسلم، وأيضا يبدي بوجهة نظره باشمئزاز واستهزاء. وهذا حال هو الأقل، لأنه لا يستطيع أن يرتقي لمن هو في عطاء ثقافي، سواء بشعره، بأدائه، بمقاطعه السينمائية، بغيرها. كل ذلك هو الأقل، فيحاول أن ينفث سمومه. ويخلو أيضا هو من أن يكون يصفى له الجو، كما قال الشاعر: خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري.